مساء الخير. اهلا بيكم في اسهل طريقة لعمل الجلاش بالسوسيس والزيتون والجبنة، حشوة كده جبارة. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب الصينية اللي انا هشتغل فيها، وهجيب خليط زيت على سمنة، يعني معلقة من ده على معلقة من ده، وهبتدي ادهن كويس قوي الصينية بتاعتي. وهاخد ورقة ورقة افردها كده اهي كده، وادهن تاني ورقتين كمان كده اهو. هفردها كويس. هاخد دهنة. انا في المرحلة دي ما بحطش بين كل ورقة وورقة زبدة او سمنة او زيت، او يعني المادة الدهنية اللي انا بستخدمها بحطها بين كل ورقتين، يعني علشان الموضوع يبقى اخف شوية. ناخد كمان اتنين، وهكذا لغاية لما اخلص نص عدد الورق. يعني الورق بقى بتاعي اللي انا كنت قطعته بعد ما خدت مقاسات الصينية، هبتدي احطه كده جوه، يعني في الطبقة اللي في الوسط دي ابتدي احطه افرده كده اهو. مش هيبان خالص، نفس الوقت مش هرميه يعني. خلاص كده انا حطيت الورق المقطع بتاعي او اللي انا قصاه، حطيته في النص وخلاص. حطيت فوقه بقى ورقة صحيحة كده، وهبتدي اجيب الحشوة بتاعتي اللي هي عبارة عن ايه بقى. عبارة عن سوسيس انا اصلا جايباه وسلقاه ومقطعاه زي ما انتوا شايفين كده، فلفل اخضر، فلفل اصفر، زيتون اسود، حابة تحطي اي حاجة تانية زي ما انت حابة. وهنحط كل ده كده، هنلخبطه على بعضه وهنحطه في النص. هي دي بقى الحشوة بتاعتي. دي بقى خليط من الجبن اللي انت حباه. شيدر، انا حاطه شيدر، حاطه جبنه رومي، حاطه موتزاريلا. هنحط كل ده على الخليط بتاعنا اللي احنا حطيناه فوق الجلاش. الجلاش ده هيعجبكم جدا جدا، منتهى الجمال، وممكن نعتبره وجبه، ممكن يتعمل في عشاء، ممكن يتعمل في سحور يعني، وفي غدا والله ممكن، ليه لا يعني. يعني فعلا طعمه رائع. لما خلصنا الحشوة كده هنرجع تاني نحط ورقتين ورقتين من الجلاش كده، ونحط برضو خليط الزيت والسمنة عليه كده، وهكذا لغاية لما نخلص كل الجلاش اللي عندنا. خلاص خلصنا الصينية بتاعتنا، رصينا فيها الجلاش وخلاص كده. قطعناها بقى زي ما انتوا شايفين كده مربعات، وبعد كده حطينا على وشها المادة الدهنية اللي احنا استخدمناها. هجيب بقى كوباية احط فيها لبن، يعني حملاها لبن، واحط فيها بيضة وشوية فلفل اسود كده على الوش، وهسقي بيها كل الجلاش بتاعي. الخطوة دي مهمة ومش ممكن الاستغناء عنها. تمام، خلاص هنسيبه كده دقيقتين يا دوبك يتشرب بس اللبن اللي هو فيه ده، وبعد كده هنخش بيه على فرن 180 يكون شغال من قبل كده، ونسيبه لغاية لما يحمر. الجلاش بتاعنا طلع من الفرن حاجة مش معقولة، شكله جميل جدا وهيعجبكم ان شاء الله لما تجربوه. تعالوا بقى نشوف كده، هنعرف نرفع حتة وهو سخن جدا كده
لسه طالع من الفرن. طبعا واضح جبن سايحة ازاي. بصوا بصوا، حاجة في منتهى الجمال. جربوه يا جماعة، ان شاء الله هيعجبكم. وان عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يجيلكم كل جديد. وما تنسوش الكومنتات عشان انا بستناها، عشان اعرف رأيكم في الحاجات اللي انا بقدمها. ودي كانت طريقة عمل الجلاش بالسوسيس والزيتون والجبن بأسهل طريقة مع ميم.